مكرونة بالجمبري وبالصوص الأحمر أو بصلصة الطماطم، شوربة جمبري بالكريمة. مفيش أسهل منها، وأكلات المطاعم مفيش أسهل منها بجد. نقدر نعملها في البيت بكل سهولة بكل بساطة. وأهلا معاكم سارة. هعمل معاكم النهاردة مكرونة بالجمبري وبالصلصة الحمراء، وكمان شوربة الجمبري بالكريمة بطريقتي أنا. بجد طريقة حلوة جدا وبسيطة وسهلة، والطعم في النهاية بيبقى حلو قوي. فعشان لو في اختلافات عن الطريقة الأصلية أو الوصفة الأساسية بتاعتها، فده بيكون اختلاف من عندي أنا. يا رب تعجبكم وصفة النهاردة، ويلا نبدأ على طول نشوف المكونات والطريقة. هنبدأ الأول بمكونات المكرونة. محتاجين أكيد جمبري، الحجم بتاعه بيرجع لحسب المتوفر عندكم واللي انتوا بتحبوه. كمان بصلة متوسطة متقطعة مكعبات صغيرة، فص 2-3 من التوم، ممكن يكون فص 1 أو 3 أو 4 على حسب الرغبة بتاعتكم. ممكن نبدله كمان بالثوم البودر، ويبقى الطعم بتاعه في النهاية عندنا طعم الثوم، وفي نفس الوقت مش الطعم بتاعه اوفر قوي لو انتوا ما بتحبوش الثوم. ملح، فلفل، كمون، بهارات مشكلة. والصلصة هنا عندي صلصة بيتزا. تقدروا تعملوا صلصة بيتزا عادية اللي انتوا بتعملوها في البيت، وتقدروا تستخدموها هنا دلوقتي، مش لازم خالص الجاهزة. او جرب بس ان هي تسبكوها على النار كده شوية، يعني مش عايزة تبقى عصير طماطم كده. كل المكونات اللي احنا محتاجينها للمكرونة، وزيت بس هنحتاجه كمان دلوقتي. وفي الوقت ده انا بسلق المكرونة في طاسة سخنة على النار. هضيف المادة الدهنية، زيت، زبدة او ميكس بين الاتنين زي ما انتوا حابين. انا مع المكرونه بحب جدا استخدم زيت، وبيكون كمان زيت الزيتون بحبه قوي في الطعم بتاعه. هضيف البصل وعليه رشه صغيره خالص من الملح عشان يدبل معايا اسرع. هضيف التوم واقلب لحد ما اشم ريحه التوم. هخلي بس البصل والتوم كده يكونوا في جنب شويه، وممكن ازود بحبه من الماده الدهنيه لو انا الطاسه عندي بتلزق او مش متاكده ان هي ممكن تخلي الجمبري يلزق فيها او لا، فهزود بس حبه من الزيت او الزبده. هضيف الجمبري، والجمبري هنا عندي فروزن فهيبدأ ينزل حبة بس من المية. هستنى بس دقيقة كده او دقيقتين، وهبدأ ان انا اقلب البصل معاه مع الثوم، واستنى لحد اما المية بتاعته تكون خلاص اتبخرت او رجع تاني شرب المية دي كلها، وهيكون اكيد خلاص استوى وبقى معايا بالشكل ده. هضيف البهارات اللي احنا اتفقنا عليها، الملح والفلفل والكمون والبهارات المشكلة. هقلب لحد ما اشم ريحة البهارات. على طول هضيف الصلصة، وهقلب لحد كده الصلصة الطعم بتاعها اللي بيكون معلب يروح. هبدأ ان انا اخفف الصوص بتاعي عشان يبقى مناسب مع المكرونة بمية سلق المكرونة. دي كنز يا جماعة، ما تترميش، يعني ما ترميهاش الا بعد ما نخلص خلاص الوصفة بتاعتنا، ومش محتاجين اي سوائل نضيفها على الاكلة. يبقى خلاص نرمي مية سلق المكرونة. وكمان هستخدمها مع شوربة الجمبري بالكريمة، يعني انا مش مجرد بس للمكرونة. فهتشوفوا دلوقتي انا استخدمها ازاي. هخليها تغلي مع بعضها وادوق الطعم بتاعي يكون الملح بتاعه مظبوط. مكونات شوربة الكريمة بالجمبري: الجمبري أكيد، بصلة صغيرة خالص متوسطة كده لو انتوا بتحبوا طعم البصل كتير، متقطعة مكعبات صغيرة. والثوم زي ما اتفقنا كميته بيرجع لحسب ذوقكم، وممكن نبدله بالثوم البودر. ملح، فلفل، كمون، بهارات مشكلة، ورشة من جوز الطيب لو انتوا حابين. محتاجين هنا زبدة وزيت، أو زبدة بس أو زيت بس لو انتوا حابين. بحب أضيف هنا ورق لورا، بحب الطعم بتاعها بصراحة هنا. لو مش حابينها تقدروا تشيلوها خالص. في حلة على النار تكون سخنة جدا هبدأ أضيف عليها المادة الدهنية. أنا بحب هنا أستخدم الزبدة. هضيف الجمبري ومعاه الثوم ومعاه البصل على طول. هبدأ أقلب، وطبعا هينزل حبة من المية بس كده شوية، وهنقلب ونستنى لحد ما المية بتختفي تماما. تبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فاكرين مية سلق المكرونة الكنز بتاعنا؟ هنبدأ نضيفه هنا نص كوباية تقريبا كده، لحد ما نلاقي ان خلاص الحلة بتاعتنا، شايفين دي مش حروقة، ده طعم كده لازم يطلع معانا. فنلاقي ان الحلة بتاعتنا نطفت كده خلاص، ما نزودش تاني من مية سلق المكرونة. هضيف البهارات واقلب شوية لحد ما اشم ريحة البهارات. هنا ممكن نكمل بقية الشوربة بتاعتنا باللبن او بالكريمة. لو انتوا هتضيفوا لبن، فانا بفضل يكون معاها معلقة صغيرة خالص من الدقيق عشان تخلي القوام بتاعها حلو. او نزود من الصوص. انا هنا عندي صوص كريمي كده معمول من 4 انواع من الجبنه، طعمه حلو قوي قوي. فانا حبيت اجربه بصراحه عجبني. اما لو انتوا مش متوفر عندكم فهنزود عليه كريمه طهي. ورق اللورا في النهايه خالص ما تنسوش تشيلوه لو انتوا هتضيفوه.
هسيبها تغلي مع بعضها وتوصل للقوام المظبوط. هضيف في النهاية رشة من الجبنة لو انتوا حابين، مش حابين خلاص. الصلصة عندي كده خلاص بقت تمام وجاهزة. هضيف عليها المكرونة، وزي ما اتفقنا على طول اي مكرونة بنعملها لازم تكون 3/4 سوا عشان نخليها تكمل السوا بتاعها في الصوص اللي احنا هنضيفه عليها، ويبقى الطعم احلى بكتير. في النهاية هضيف عليها رشة من البقدونس. وعلى الشوربة كمان في النهاية هضيف عصير نص ليمونة، اختياري، لو مش حابين هنا تقدروا تشيلوها. وده الشكل النهائي لوصفات النهاردة. بجد طعمها حلو جدا جدا، ومش لازم نروح المطعم عشان ناكل الحاجات دي، نعملها في البيت بكل سهولة. يا رب تكونوا استفدتوا من وصفة النهاردة وعجبتكم. اقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم.